مساء الخير عليكم اصدقائي وحبايبي. جايه النهارده اقدم لكم وصفه جميله قوي، بس حابه اعرفكم بنفسي. انا ريهام عادل. لو حابين تشوفوا فيديوهاتي وتشوفوا الوصفات بتاعتي تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس. النهارده بقى معانا اكله كده تجنن، حاجه كده مصريه جميله قوي قوي، وصفاتها وطريقتها سهله جدا. معانا الكشري المصري الخطير البسيط اللي مش مكلف خالص. تعالوا نشوف. انا النهارده معايا طماطم، ومعايا مكرونه سباجيتا، ومعايا شعريه، ومعايا مكرونه صغيره، ومعايا رز بجبه، ومعايا البصل مقطعاه جوانح، وحاطه عليه شويه دقيق كده ومقلباهم في بعض عشان خاطر لما يجي نحمره في الزيت يطلع كده مقرمش وطعمه حلو. انا دلوقتي هحط كميه المكرونه اللي معايا كلها. طبعا المقادير حسب ما انت عايزه، كل واحد طبعا عارف مقدار بيته ايه، او الضيوف اللي عندك او اللي انت هتعمليه. انا دلوقتي هحط البصل معايا، طبعا انا عاملاه بدقيق. هحط البصل في الزيت كده، ولازم يبقى شويه زيت حلوين، يبقى غزير فيه عشان يتحمر حلو. انا كده حطيته يعني مقدار حلو كده، وزي ما انتم شايفين بصوا هو احمر، بس لسه عايز سكه كمان. يعني تسيبيه شويه كده على النار عشان خاطر يبقى مقرمش. وطول ما تطلعيه طبعا هتحطيه على منديل يتشرب الزيت، او على مصفى يصفي الزيت اللي فيه الاول. انا خلصت المقدار اللي معايا. احنا بناخد الزيت بتاع البصل بنحطه نعمل منه الطشه بتاعتنا اللي هي الصلصه، وهنعمل منه الرز. قسمت نص هنا ونص هنا، يعني انت حاولي تكتري الزيت في البصل، لان هو بيدي طعم حلو قوي للرز والتقليه بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده انا بعمل الطشه اللي هي التقليه، بعملها بثوم بالزيت بتاع البصل. دي التكه اللي بتخلي طعم الرز زي بتاع بره بالظبط، والكشري كله عامه. زي ما انتوا شايفين كده انا دلوقتي حطيت التقليه بتاعتي تستبك كويس، وهحط الشعريه برضو المقدار اللي انت عايزاه على الزيت اللي هو كان بتاع البصل، وهقلب فيها لغايه ما تحمر. الزيت دوت يعني هو طبعا مش بيتحرق ولا اي حاجه، انت بتصفيه وتشيلي منه اي رواسب كده مطرح البصل وخلاص. يعني انت بقى كده بتاخدي الزيت بتاعك وتعملي بيه الطريقتين دول. طبعا التقليه انت هتحطي لها شويه ملح وشويه فلفل وشويه سكر. وانا كده بكمل بقيه الرز. وطبعا انا مولعه على الرز العدس ابو جبه سوري، بديله يعني ازيد من نص سوا شويه. وبعد كده بعد ما خلص بقى سوا الرز بالشعريه انا بولع عليهم، وهقعد بقى اقلب فيه كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده اروح حاطه نازله بالميه بتاعتي تغطي الرز كده، واحط الحاق بتاعي شويه ملح. بس هو طريقه الرز عاديه خالص، بس هي التكه اللي فيه شويه الزيت اللي احنا بنحطهم بتوع البصل. وطبعا هحيقه وهغطيه. وكده انا التقليه بتاعتي خلصت، يعني خلاص قاعد لها تكه وتخلص، او شبه كده خلصت. كده الرز بتاعي استوى. هحط بقى عليه العدس ابو جبه. انا طبعا مطلعاه محتاج سوا بسيط، هرصه كده على الوش من فوق، مش هقلبه فيه، هحطه على الوش كده ياخد ايه شويه البخار مع شويه سوا الرز. يعني الرز يبقى قاعد له حبه والعدس ابو جبه يبقى قاعد له حبه. انا كده كملت سواهم مع بعض، هقلبهم بقى. يعني عايزه اقولك ان هو مفلفل خالص ومش ملزق ولا معجن ولا اي حاجه. بص مفلفل وعامل ازاي. انا هعمل دلوقتي شويه الثوم دولت في الزيت، وهحط عليهم خل. دي الدقيه بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين انا حطيت ربع كوبايه خل وعليها كوبايه ميه، وطبعا هحيقها بشويه ملح بكمون زي ما انتوا شايفين كده. طبعا دي المقدار برضو اللي انت حباه. وخدت مع كبشه كده من الصلصه بتاعتي وحطيتها على الدقه عشان تديها لون احمر كده، تبقى عامله زي بتاعه بره. وبكده انا خلصت الطشه. ودي خدت شويه دمعه وحطيت عليها شطه، عشان طبعا عندي اللي بيحب بشطه وعندي اللي ما بيحبهوش. وعملت الصلصه بتاعتي. وهنا حطيت بقى الرز على المكرونه. طبعا كنت محتاجه حاجه كبيره عشان خاطر اعملهم على بعض كويس واقلبهم في بعض، كله يبقى متقلب مع بعضه كويس يعني. وبهنا كده الكشري بتاعنا خلص. عملت شويه الدقه، وعملت البصل كان مقرمش خالص، وعملت شويه دقه بشطه.
والاكله كانت جميله وحلوه قوي وسهله جدا وسريعه، حاجه كده تدفي في الشتاء وحاجه حلوه للصيام وحاجه مش مكلفه في عز الغلا اللي احنا فيه دوت. وزي ما انتوا شايفين كده يعني انا كنت عامله كميه كبيره كفتنا، والواحد كل منها وكان مبسوط بيها جدا جدا وكان طعمه حلو قوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي.